زلزال في 100 عقبة. يا نهار أبيض على الدراما. رسميا نادي الزمالك يتربع على عرش الكرة المصرية ويتوج بالدوري رقم 15 في تاريخه بعد ليلة حبست أنفاس الملايين. لكن الكارثة الحقيقية والمفاجأة التي لم يتوقعها أعتى خبراء اللعبة: الأهلي خارج بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة 2003 بالضبط زي ما أنت سمعني. المارد الأحمر في الكونفدرالية الأفريقية الموسم القادم، وذلك بعدما انتهى ثالث الدوري المصري لهذا الموسم 25-26. في فيديو النهارده هنغوص مع بعض في أحداث إزاي خطف الدوري معتمد جمال رغم الأزمات وعدم المستحقات للعيبة، ورغم 18 إيقاف قيد، ورغم كل الأزمات وكل حاجة بتحصل لفريق الكرة في نادي الزمالك، إلا إن إزاي كابتن معتمد جمال رغم ده كله أخذ الدوري الموسم ده. وإيه هيعملوا مدرب الأهلي اللي في المؤتمر الصحفي بعد خسارته للدوري وإنهاء الدوري في المركز الثالث، لما سأل أحد الصحفيين: طيب يا كابتن حضرتك هتمشي؟ قال له: لا، أنا لسه عندي موسمين عقد مع النادي الأهلي، كمان أنا بعت خططي وبعت كل الأسماء اللي أنا عايزها تمشي والأسماء اللي عايزها تيجي في الميركاتو القادم، علشان عندي خطة هتكمل للموسم اللي جاي وكمان الموسم اللي بعده. ووعد كمان جمهور الأهلي إنه هو هيكون في تغيير كلي في الفريق الأول لكرة القدم، ووعد إنه هيكون في أداء وهيكون في نتائج بطولات بداية من الموسم القادم. وقال في تصريحاته اللي ختمها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنه هو بيبني فريق. جهز الشاي بتاعك واللايك والاشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ في الحلقة على طول. الدوري المصري 2026 اللي حصل عليه الزمالك هيتكتب في كتب التاريخ. ليه هيتكتب في كتب التاريخ؟ لأن الزمالك كان داخل مباراة حاسمة في الدوري. الزمالك كان بيلعب في نفس التوقيت هو وبيراميدز والأهلي. وليه بيراميدز قبل الأهلي؟ لأن بيراميدز الثاني المشارك في دوري أبطال أفريقيا والأهلي الثالث المشارك في الكونفدرالية. بيراميدز والاهلي في نفس التوقيت مع الزمالك، ولكن الزمالك كان عايز بس ان هو يفوز. يعني الزمالك في حال كان يفوز ليه هيضمن الدوري. الزمالك عملها في الدقيقة 8 بمهارة غير متوقعة وترقيصة ولا احلى ولا اجمل من الفلسطيني عدي الدباغ لسعد سمير لاعب الاهلي السابق علشان يسجل هدف ولا اروع. والهدف ده تنتهي به المباراة 1-0. الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا، اللي سيراميكا كليوباترا كان عامل عقده في الفتره الاخيره لنادي الزمالك، وكل جمهور الزمالك ما كانش حابب مباراه الحسم امام سيراميكا، لكن الزمالك بلعيبته بمدربه قدروا يفوزوا على نادي سيراميكا كليوباترا واخذوا الدوري في وسط اجواء اهلاويه كامله في نادي سيراميكا كليوباترا. نادي سيراميكا كليوباترا اللي مدربه اهلاوي جدا كابتن علي ماهر، واللي رئيس ناديه اهلاوي جدا، رغم ان هو فعلا ساب التذاكر المباراه لنادي الزمالك والجمهوره. وده جاء طلب من ممدوح عباس رئيس سابق من رؤساء نادي الزمالك والداعم الوحيد في الوقت الحالي لنادي الزمالك ماديا. ولكن لازم هنا نرفع القبعه احتراما للجيل ده اللي كمل رغم الازمات، رغم ان هم مش بياخدوا فلوس، رغم مشاكل اداريه، رغم مشاكل فنيه، مفيش تدعيمات، مفيش لعيبه، مفيش حتى اللعيبه انديتها فيها مشاكل. اللعيبه اللي الزمالك جايبها كل المحترفين ليهم فلوس عند الزمالك اذا كان ليهم او للانديه اللي جو منها، لكن اللعيبه فضلت واقفه الاخر. ويرفع القبعه هنا احتراما للكابتن معتمد جمال اللي هو خسر فعلا بطوله الكونفدراليه الافريقيه، وما كناش مستنيين كده، كنا مستنيين البطوله بفارغ الصبر، مش لاجل البطوله فقط ولا لاجل الفرحه فقط، لاجل ال4 مليون دولار اللي كان هيحصل عليهم الزمالك، ودول كان هيحلوا ازمه كبيره جدا. ولكن الكابتن معتمد جمال اختار عقليه غريبه جدا، وهو انه دافع 90 دقيقه في قلب القاهره في ارضه وسط جمهوره. وده بيفكرنا بموسم 2015 لما الكابتن مؤمن سليمان
راح هاجم صن داونز في قلب جنوب افريقيا وسط ارضها وجمهورها وخسرنا بطولة افريقيا وقتها. بيراميدز عمل كل اللي عليه، فاز على نادي سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد، وكان مستني اي هدية حلوة كده من نادي سيراميكا كليوباترا، لكن نادي سيراميكا كليوباترا ما هداهوش الهدية، وخلص بيراميدز الدوري ب 54 نقطة، وهيرافق الزمالك في دوري ابطال افريقيا. حلو عليك دوري ابطال افريقيا، ماله يعني يا بيراميدز دوري ابطال افريقيا؟ عايز الدوري المصري يا عم، حلو دوري الابطال. بيراميدز عامل موسم اقوى من اقوى مواسمه السنه دي. بيراميدز الفائز بالانتر كونتيننتال، بيراميدز الفائز بدوري ابطال افريقيا، بيراميدز الفائز بالسوبر الافريقي، بيراميدز الفائز بكاس مصر. بيراميدز عامل حاله حلوه جدا، وبيراميدز بينافس حاليا بشكل كبير، وهنشوف منافسه شرسه الموسم القادم، لان بيراميدز خلاص دخل في اجواء المنافسه ودخل في اجواء البطولات، وهيبقى نادي بطولات الفتره الجايه، هيبقى نادي مش بيلعب المباريات وخلاص، ولا نادي هيحافظ على وجوده في جدول الدوري ولا اي حاجه. بيراميدز نادي مليء بالنجوم، معاه مدرب اعلى كفاءه موجوده حاليا في الدوري المصري، مدرب ياخذ بطولات قاريه ومحليه رغم وجود الاهلي والزمالك. ده مدرب يحترم جدا، اداره بيراميدز تحترم، لاعيبه بيراميدز لعيبه كلها تحترم. الاهلي ورغم فوزه هنا على المصري بهدفين مقابل لا شيء سجلهم محمود حسن تريزيجيه، الا ان الاهلي كارثه. الاهلي لاول مره صاحب 12 دوري ابطال افريقيا، صاحب اكبر عدد قاري موجود حاليا، الا ان النادي الاهلي لأول مرة منذ 2003 لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا، وهيشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ودي كارثة بالنسبة لجمهور الأهلي وبالنسبة للاعيبة الأهلي والإدارة بشكل عام، لأن مش متعودين إن الأهلي يخلص الدوري في مركز ثالث، ولا متعودين الأهلي إن هو يكون خارج دوري أبطال أفريقيا. الأهلي بموسم صفري هذا الموسم، وكمان خارج دوري ابطال افريقيا. وهنا هنتكلم على حاجه مهمه جدا، رغم الملايين اللي اتصرفت او المليارات اللي كانت تصرف من اجل فريق الكره في النادي الاهلي، الا ان النادي الاهلي انهى جدول الدوري وهو في المركز الثالث، والاهلي اللي كان بيجهز الكاس العالم للانديه اصبح في مركز ثالث، والمدير الفني كمان مش عايز يمشي، وبيقول ليه موسمين تاني في النادي الاهلي، وبيقول ان هو بعد كل حاجه وان هو هيكمل وعايز لعيبه وعايز يمشي لعيبه، لكن هيكون في احلال قوي وكامل لفريق الكرة بالنادي الاهلي. وهنا وصلنا للنقطة المحببة عندكم، مين هيرحل ومين هيكمل مع النادي الاهلي، وايه الانتقالات وايه اللي هيحصل موسم الانتقالات القادم. خلونا نفتكر مع بعض موسم الانتقالات اللي فات، واللي هو الاهلي جاب فيه يوسف بالعمري وجاب فيه عمرو الجزار المدافع، وبيراميدز خطف ناصر ماهر من الزمالك مقابل 1,000,000 يورو، والصفقه اللي هزت الكره المصريه في الوقت ده. الاهلي فجرها، احمد نبيل كوكا، حسين الشحات، اليو ديانج، وقبل كده مشي قبليهم محمود كهربا، الا ان النادي الاهلي بيفرغ النادي في الوقت الحالي وبيحاول يمشي بعض الاجانب لانه عايز يجيب اجانب غيرهم. النادي الاهلي بيمشي في اسماء كبيره واسماء خدمت الاهلي مده كبيره جدا، لكن النادي الاهلي بيدور دايما على مين يفيده للنهايه. النادي الاهلي بيبحث عن مهاجم بيلعب حاليا في اوروبا، وعن لاعب باك شمال يعوض غياب علي معلول، وعن لاعب وسط يعوض غياب ورحيل محمد مجدي قفشه المعار حاليا للاتحاد السكندري. والاهلي عنده راعي ثاني حاليا وهو شركه هاير، الشركه العالميه، وهتضخ ملايين الدولارات وهتوفر الفئه الدولاريه للنادي الاهلي علشان يعرف يعمل صفقات براحته. النادي المصري رغم الخساره امام الاهلي الا انه هو انهى الموسم بشكل قوي جدا، ونادي سيراميكا كليوباترا رغم الخساره في جوله الحسم امام نادي الزمالك الا انه انهى الموسم في المركز الرابع ب 44 نقطه. ايه رايك في عدم تاهل النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا؟ وشايف ان مين من اللعيبه اللي هو لازم يرحل عن النادي الاهلي؟ ما تنساش اللايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل خبر عن الكرة المصرية والاهلي والزمالك بشكل خاص.